ازيكم عاملين ايه؟ انا عارفه ان انا غبت غيبه طويله قوي، فان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في يعني افكار كثيره باذن الله هنفذها معاكم. ف... فيلا بينا. انا النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي، هعمل اعاده تدوير لبوكس عندي قديم، وكمان بعد ما عملت له اعاده تدوير كمان اديته لواحده صاحبتي هديه. فيلا نبتدي ونشوف انا هنعمل ايه مع بعض. ودي صوره البوكس قبل وبعد. فيلا نشوف بقى ايه الخامات اللي احنا هنحتاجها النهارده. هنحتاج ورق ابيض ويبقى سمكه 350. هنستخدم مسدس شمع، مقص، الوان فلوماستر، هنستخدم الوان اللاكيه، هنستخدم في بعض اماكن الغرق. وكمان هنستخدم ورق زي ده. الورق ده ممكن تلاقيه في الزمالك، وممكن اي مثلا حاجه عجبك على النت وتطبعي وتلزقيه من جوه البوكس مثلا. ده البوكس اللي احنا هنعيد تدويره من اول وجديد. والبوكس عملته من كل مكان بالسلوتيب زي ما انتوا شايفين علشان يبقى ماسك نفسه وانا بحط الورق عليه. دي طريقة الورق لما بيتحط على البوكس كله علشان يبقى هو البداية كلاير ليا، احط عليه الالوان، احط عليه اي ورق انا عاوزاه. ده البوكس بعد ما خلص الكفر بتاعه من بره، بعد حطيت الورق، دهنته بالالوان اللاكيه اللي انا كنت قلت لكم عليها. وجبت بنت من على بنترست عادي وطبعتها وحطيتها على البوكس من بره. والورد ده هعمل لكم فيديو لوحده ازاي انا عملته. دي حاجه. وحطيت الورق اللي انا وريته لكم في اول الفيديو من جوه علشان اداري الورق الابيض زي انتوا شايفين كده. بعد كده بقى ده البوكس بقى من جوه حطيته. هتقولوا ان الورق ده لون تاني، هو انا فعلا لون تاني، بس عايزه اوريكم ان هو بيبقى منه اشكال كتيره. والبوكس رسمت عليه من بره ورد وقلوب زي ما انتوا شايفينه، دهنته برضو بالوان اللاكيه، وحطيت بين الفواصل بورق كده في النص بين كل فاصل من البوكس، ودهنته بلون نفس لون الكفر بتاع البوكس. بس زي ما انتوا شايفين كده. كل اللي انا عايزه اوصلكم من الفيديو ده ان انتوا تقدروا تعيدوا تدوير اي حاجه قديمه عندكم وانتوا تستخدموها او تهادوا بيها حد انتوا بتحبوه فبأقل التكلفه. بس كده. وده شكله النهائي بعد ما خلص. وده صاحبتي لما استلمته مني كنت مديهولها هديه، كانت فرحانه بيه جدا.